وهنا يبقى السؤال اللولبي، السؤال اللي بسأله لأي حد في كورس اختيار شريك الحياة: هي الخطوبة اتعملت ليه؟ هل الخطوبة اتعملت علشان الفسح والخروجات؟ هل اتعملت عشان الهدايا والشوكولاتات؟ هل اتعملت عشان الفستان الفرح والمعازيم وشكل الفرح واليوم الحلو ده؟ هل الخطوبة اتعملت عشان الفوتو سيشن والصور والحاجات الحلوة دي كلها؟ ولا اتعملت عشان نتعرف على بعض؟ هي الخطوبة اتعملت ليه؟ أنا معاكم إن الخروجات والفسح والحاجات دي كلها حاجات حلوة وجزء من الخطوبة، بس جزء صغير مش الجزء الكبير. الخطوبة اتعملت عشان نتعرف على بعض، عشان نعرف عيوب بعض، عشان نشوف هل هنتقبل العيوب دي في بعض ولا لأ، عشان أشوف هذا الكائن اللي عايش معايا في الخطوبة دلوقتي أنا طايقاه عشان أعرف أطيقه وأعيش معاه بقية عمري ولا لأ. الخطوبة اتعملت عشان كده، اتعملت عشان نعرف بعض، نتعرف على بعض. فواحدة من الغلطات اللي بنعملها في أول فترة الخطوبة هي إننا بنسيب التعارف وبنبتدي كل واحد يطلع أحسن ما فيه، كل واحد يطلع الجزء الملائكي اللي جواه، وفي الآخر كل واحد بيرجع على طبيعته فبنتصدم في بعض وبتحصل ضغوطات، بس بنكون اتعلقنا. طيب في سؤال تاني أي حد منكم عايز يسأله وأنا عارفه جدا، اللي هو إيه؟ طيب ما هي لما اتعملت عشان نتعرف على بعض، طب ما احنا ممكن نتعرف على بعض من غير خطوبة. ايه المشكلة؟ انت عمال تقول لي ما تتعرفيش على واحد بدون معرفة اهلك وبتاع والكلام ده. ما هو لا، مش هو ليه؟ لان لما بندخل بيوت بعض في حاجات عمرك ما هتشوفيها غير لما تدخلي بيت الشخص وتتعرفي على اهله، وفي حاجات عمرك ما هتشوفها غير لما تدخل بيتها وتتعرف على اهلها. واحدة من الحاجات المهمة اللي انت هتعرفيها هو بيتعامل مع مامته ازاي، بيتعامل مع اخته ازاي، والمعاملة اللي بيعملها مع مامته هي المعاملة اللي هيعملها مع مامتك، والمعاملة اللي بيعملها لاخته هي المعاملة اللي هيعملها لك. يعني لو بيضرب اخته هيضربك، لو بيشتم اخته هيشتمك، لو بيحترم اخته هيحترمك، لو بيحترم مامته هيحترم مامتك، لو بيحترم باباه هيحترم باباكي، والعكس صحيح برضو. فهي الفكرة كلها ان واحدة من الحاجات الأساسية في الخطوبة هي معرفة الشخص ده وهو على طبيعته وسط أهله بيتعامل إزاي، عشان دي الحاجة اللي بتبين لي شخصيته بجد، دي الحاجة اللي بتبين لي شخصيته على حقيقتها، وهو على طبيعته في بيته وسط إخواته بيتعامل إزاي، بيتعامل معاهم إزاي. وما يغركيش كلمتين بتوع أنت غيرهم وأختي ديت أنا ما بحبهاش بس أنت والله حاجة تانية، اللي بيعملوا معاها هيعملوا معاكي، كوني متأكدة من ده. تمام كده؟ فالخطوبة اتعملت عشان نتعرف على بعض، فسيبوكم من الهدايا وسيبوكم من الكلام الحلو، كل الحاجات دي ممكن تيجي بعدين، لكن اللي مش هتعرفي تعوضيه هو الوقت اللي انت بتضيعيه في اول الخطوبة في الهدايا وفي الكلام الحلو وفي كلام الليل وفي المورنينج مسج وفي الخروجات وفي الصور والحاجات الحلوة دي كلها. انت بتضيعي فيها وقت كبير جدا انك تتعرفي على الشخص ده اكتر، تسأليه عن شغله وعن حياتكم بعد الجواز، عايزة تشتغلي بعد الجواز ولا لا، الخلفة هتبقى امتى، عايزة تكملي تعليمك ولا لا، هيخليكي تكملي تعليمك ولا لا، هو موافق على انك تشتغلي اصلا ولا لا. كل الحاجات دي لازم نسأل عليها في الخطوبة، كل الحاجات دي لازم نتأكد منها في الخطوبة. لكن احنا بنسيب كل الكلام ده وبنيجي بس عشان عايزين نحب ونتحب ونتعلق ونجري ونطير مع بعض، وده بيكون غلط جدا 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 في الخطوبة، لأن الخطوبة اتعملت عشان بس نتعرف على بعض قدام أهلنا، وكل واحد يدخل بيت التاني ويشوفه بيتعامل ازاي مع أهله، ويشوف هل أنا داخل الأسرة دي، لأن هي باكج كده على بعضها، أنا مش بتجوز فرد، أنا بتجوز عيلة. تمام؟ فهل العيلة دي أو الباكج ده مناسب ليا ولا مش مناسب ليا؟ هعرف أتعامل معاه ولا مش هعرف أتعامل معاه؟ ساعتها ببتدي أقرر إن أنا أكمل في العلاقة دي وفي الخطوبة دي وفي الجوازة دي ولا لأ.